السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ النهارده ان شاء الله مش هشرح حاجة، ما تخافوش. النهارده جبت لكم 15 كتاب. بمعنى انا هنا بقول لكم ايه الكتب اللي انا رفعتها على النت وايه مميزات كل كتاب، بحيث ان كل واحد ينزل الكتاب او الكتب اللي هو محتاجها، رجاء ما حدش يلا في كتب نزلت يلا ننزل المواقع دي كلها. انت مش هتستفيد من المواقع الا بالقدر اللي انت محتاجه. فبقدر الامكان حاول ما تنزلش حاجات اكتر من اللازم، هتاخد مساحه اكتر من اللازم. انا عارف ان حوار ان انا عندي مواقع جديد دي حاجه حلوه، لكن برضو مش بالشكل اللي انتم متوقعينه. طبعا احنا المواقع بتاعتي هتكون كلها رياضه، مش ماتلاب، لا رياضه. في فرق. انا عارف ان من الشكل اللي باين ان هو كله ماتلاب، لكن برضو في فرق ما بين الماتلاب والرياضه، زي ما هوضح لكم. اول حاجه مواقع السيميولينك باللغه العربيه. اللينك دوت انا رافعه ملف مضغوط، فرجاء يتم تحميله من اللاب. من الموبايل هيجيب لك حاجات شفرات كده غريبه ملهاش اي معنى. احلى الكتاب دوت مجموعه الكتب ديت بالفعل استفدت منها، وكانت مصدر حلو قوي. يعني شويه حاجات صغيره، لكن اي نعم ان هو نسخه قديمه، لكن يعني بسم الله ما شاء الله روعه روعه روعه. اي حد عايز يبدا سيميولينك يبدا من الكتاب دوت نصيحتي ليه. بالمره هيكون في شباتر، ممكن تلاقي شباتر نفس القيم بس كانها مضغوطه ومطلوبه باسورد، هي مفيش اي مشاكل عشان مش فاكر. تاني حاجه الاو او بي بالماتلاب، الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، البرمجه الشيئيه بالماتلاب. يعني مجموعه بيتكلم عن التعامل مع العناصر الموجوده في الماتلاب، ازاي بنستخدم الاوبجكت، ازاي بنستخدم الرسومات والحاجات ديت. بسم الله الرحمن اللي هو والكائنات الانواع النظم الموجوده في الماتلاب. بصوا بقى البيزنس الاستاتيكس اللي بتوع الاحصاء، من هنا بقى بتاع احصاء يركز معايا في الثلاث كتب الحلوين دول. والله لو انت احصاء وبتحب لغه السي، فانا جبت لك كتاب طاسه جديد لانك فعليا لسه نازل السنه دي. طب هاته من اي موقع عربي، انا جبته من مكان سحري بالصدفه البحته، قلت ان هو عشان رياضه قلت لازم اجيبه. لغه السي بلس بلس للفاينانشال ماثماتيكال، العلوم الاحصائيه بلغه السي. بادئ معاك احلى حاجه ان هو ازاي تتعامل مع سي للثلاث انواع، الويندوز، اليونكس، الماك، والانواع والاوبريشن لحد ما يوصل للاحصاء، مونتو كارلو، الكلاسس والحاجات ديت. لكن لو انت مالكش في السي، ليك في الاس بي اس اس والاستاتيكا والار او الماتلاب، فانا بنصحك بالكتاب التاني Applied Statistics Using SPSS استاتيكا والماتلاب والار. دوت بيقارن ما بين الاربع لغات SPSS استاتيكا ماتلاب والار. برضو في الاحصاء التطبيقيه بالاربع لغات دولت، كل شابتر ليه نفس القيم. لكن لو انت بتحب الماتلاب وبتحب السيموليشن، ركز مع البيزنس ايكونومكس بالماتلاب والسيميولينك والشي اي. هو ما اعرفش ايه الشي اي اس عشان ما اكتبش عليك، انا ما اعرفش ايه الشي اي اس. برضو نفس الحوار نفس القيم، ازاي تستخدم الكتاب توا، الماثماتيكال سوليوشن والماتلاب والديزاين، كل حاجه. وحتى ان في جزء من الفاسيولوجيك، وازاي نجيب البيانات من الانترنت ونربطها بالماتلاب. نيجي بقى لبتوع الفيزياء، مين هنا بيحب الفيزياء؟ الحمد لله محدش. قال له في عندنا كتابين،
اول حاجه الفيزيكس، تاني حاجه الاوبتيك. الفيزياء العامه computational physics using MATLAB، بيتكلم على سينيوش ايلر موسيت ايلر كرومر دوت على نظريه البنتوليوم، البنتول المتأرجح اللي احنا كلنا خدناه في معمل الفيزياء علشان حاجه مش فاكر كانت ايه، هي غالبا كانت كاسبيه. وبرضه بيتكلم على الطاقه الشمسيه والفولت والحاجات ديت. انا عارف ان هي الاساسيات البسيطه قوي بالفيزياء، لكن لو كان نيوتن عنده الكتاب دوت وعنده الماتلاب كان ريحنا من كل القوانين اللي احنا بنحفظها. بالمقابل الاوبتكس، مين هنا هندسه طبيه او هندسه اوبتيكال فايبر هيفيدوا الكتاب دوت ان شاء الله، باعتبار ان الاوبتيكال فايبر جزء كبير من الاوبتكس. والتو لينس واللينسينج والهارمونكس والحاجات، حاجات الاوبتكس. طبعا الحاجات دي انا ما فهمش اي حاجه فيها. مين بقى بيحب اكسل؟ معانا كتابين لاكسل، هو كل ما في الامر ان هما اصدار تاني واصدار تالت. الاصدار التاني هو السبريد شيت، الاصدار التالت هو الاكسل. مقارنه ما بين الماتلاب والاكسل او السبريد شيت في النيوميريكال سوليوشن، في النيوميريكال، في المسائل النيوميريكال نفس الحوار. هنا هو دوت شيت دوت الجزء التاني ده الجزء التالت، مش فرق كبير. اذا اتكلمنا عن النيوميريكال ففي حاجه عايز اوضحها. الماتلاب كل مواقع البرمجه بتتكلم عن النيوميريكال، تحط القانون تطبق القانون في الماتلاب او باللغه اللي انت عاملها. طب ايه اساس القانون؟ ازاي جه؟ محدش بيحكي عنه. انا قلت لكم ان انا بهتم بالرياضه، فبالتالي انا عارف ان دوت مش كتاب برمجه، ده كتاب عادي. كتاب النيوميريكال اناليسيس كتاب رياضه بيشرح النظريات الرياضيه لكل مشكله اهو، سواء البرنسبل، solution of equation، interpolation، polynomial، numerical differential والintegration، initial value problem، ال ODE. طبعا ما اتراكم مع ال ODE، الدايركت ميثودز. بالمقابل الناس اللي بتحب الشي يو اي، الناس اللي بتعشق الشي يو اي، graphics and shows by MATLAB. هو انا بعد هو انا ان شاء الله في الاسبوع دوت هكون عملت دورة جاهزة انا كنت رافعها قبل كده على الرواق، احطها تاني على القناة بتاعتي باذن الله عن الماتلاب شي يو اي والتعامل معاه. فدوت مفيهوش مشكلة ان انت هو بيكلمك عن ازاي تتعامل الصور والرسومات والثري دايمنشن او البلوتنج والشي يو اي والحاجات ديت. مفيش اي مشكلة عندي ان انت عايز تنزل الكتاب دوت وتراجع عليه قبل ما ابدا الدورة، ما عندناش مشاكل. احلى حاجه ان هو مقسم الشباتر وينفع تختار الشابتر بتاعك. لا ما ينفعش للاسف. بس زي ما قلت ان هو بيحكي عن الشي يو اي، عن الجرافيكس، الرسومات، ازاي تعدل في رسوماتك او ازاي ترسمها. فين بتوع اتصالات الماتلاب، نظريات الرادار والتحليل الرادار وتحليل المقدمة الغير مرئية مع كتاب رادار سيستم اناليسيس اند ديزاين بالماتلاب. ربنا يكون مع في عون بتوع الاتصالات. فين بتوع الفيزياء تاني، ساينتفك كومبيوتيشن بالماتلاب والاوكتاف. مقارنة ما بين الماتلاب والبرنامج الاوكتاف. معروف ان برنامج الاوكتاف يعتبر شبيه بالماتلاب على الانترنت، لكن مش هو الماتلاب عشان ما اكتبش عليكم. الحاجات اللي انا بشوفها في الاوكتاف في حاجات باكيشات كتيره ناقصه قوي عن برنامج الماتلاب، لكن يؤدي الغرض. بيحكي فبيشرح الحاجات ديت what cannot be ignored، non-linear equation، approximation، numerical، linear، values، eigenvector. الحاجات ديت تقريبا قبل ما يبدأ وغالبا دوت مش فيزياء قوي قد ما هو رياضة. ده حاجة زي النيوميريكال سوليوشن زي اللي فوق دوت بس بالماتلاب والاوكتاف. واخيرا الكتاب النادر الذي يسرني ان اقدمه لكم، ما الذي يجب على كل مهندس ان يعلمه بالماتلاب والسيموليشن.
الكتاب دوت يكفي ان شركة الماث ووركس عملت ليه صفحة كاملة داعي عنه، وانا الحمد لله عرفت اجيبه بصعوبة، فيا رب يعجبكم. بادئ من اول خالص لحد كل حاجة بالملي، حتى شارح ال كومبلكس نمبر كلاسز اوبجكت اورينتد باختصار شديد. دوت يعتبر المرجع اللي فوق numerical integration alternate differential equation، كل ده المرجع دوت بالمراجع اللي فوق كلها. طبعا بعيدا بقى عن الماتلاب ندخل بقى على الحاجات التانية للناس اللي بيحبوا الالكترونيات. كتاب ديجيتال فاندمنتالز، منظومة ازاي بنعمل الدوائر الالكترونية المسخرة. هيكون هنا في الكتاب ديجيتال فاندمنتالز في اللوجيك جيتس، هيكون شرح الحاجات ديت، الشيفت والكاونتر ازاي نعملها، ازاي احنا نصممها. الكتاب دوت انصح بيه بتوع اتصالات. بالمقابل اخر كتاب لمحبين الاردوينو من القرية الهندسية كهرباء وميكانيكا، احترف الاردوينو في 10 ايام. اتمنى ان تكون الكتب دي عجبتكم. اللينكات تحت، سواء انت شايفنا على اليوتيوب او على لو كنت شايفنا على الموقع بتاعي هتلاقيها برضو تحت، لو انت شايفنا على صفحة الفيس فغالبا هتكون اللينكات فوق. شكرا ليكم ولمتابعتكم الحلوة. باذن الله في كتب تانية قدام. انا مش برتب الكتب على انها الافضل وليست، لا مش برتب الترتيب دوت، انا برفع مجموعة كتب وبقوم بعمل لها دعاية، طلب خاص. حلو ان انت تنزل كتب كتير، ما عنديش اي مشاكل، لكن رجاء حدد هدفك. انا عن نفسي احمد رافض ابو ركاب بحب الماتلاب، فحوار ان كتاب السي بلس بلس عادي يعني، مش اسمى ضروريه ليا، مش محتاجه قوي. والاردوينو مره حضرت كورس اردوينو درس كده عشان اشوفه، ما شدنيش زي شدة الماتلاب. في ناس تانية بتقول انا بحب السي. في حوار ان انت تبص على ايه اللي هيجيب لك فلوس، انت كده بقيت مبرمج فاشل. ليه؟ لان انت هتعمل زي ما بيعمل اي واحد عادي جدا تاني. شوف انت بتحب ايه، حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. اهو انت تعمل الان ما تحب. انت ليه بتعقد نفسك بان انت تبص على الفلوس؟ الرزق من ربنا مش من واحد. يا رب يكون عجبتكم النصيحة، يا رب عجبكم الفيديو. سبسكرايب، لايك، كومنت، شير. شكرا جزيلا.